إن الحمد لله نستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا ضيوف الرحمن، الرحلة قربت تنتهي، لكن رحلتك مع ربنا ومع البداية الجديدة لسه بتبتدي. أنا النهاردة هنعمل بالعكس، يعني مش هبدأ بالجزء القلبي وتهيئة القلب، أنا هبدأ أكمل الرحلة. احنا وصلنا لأذان مغرب يوم عرفة. مبروك عليك البداية الجديدة مع الله، مبروك عليك الصفحة الجديدة اللي ابتدأت، الصفحات القديمة اللي اتقطعت. هفكرك انك لازم تحسن الظن، لان سلوكك بعد كده هيعينك فيه انك مصدق قوي ان ربنا غفر لك ذنوبك. وهفكرك بقصة عبد الله بن مبارك لما سافر مع سفيان الثوري وقال له ما عن حال أسوأ من في الحج. سأله من عن حال أسوأ من في الجمع ده؟ قال له من ظن أن الله لن يغفر له. احنا إن شاء الله مش هنكون أسوأ من في الجمع، مش هنكون الناس اللي شايفة إن كتير إن ربنا يغفر لنا. حاشا، الله كريم. فمن بعد أذان المغرب عاوزاك تبقى فاهم وحاسس قوي إن أنا بقيت صفحة بيض وإن أنا خايف على حياتي الجاية. طيب، هو احنا بعد أذان المغرب هنعمل إيه؟ احنا مش هنصلي فرض، احنا هنعمل زي ما ربنا طلب مننا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هنا مقصود بيها ان احنا هنروح مزدلفة، وهناك هنتوضى ونأذن أذان واحد، نقيم صلاة المغرب 3، وبعدين هنقيم الصلاة كمان مرة ونصلي العشاء 2. وفي بقى قال ان الرسول أوتر، وفي ما قالش أوتر بس احنا ممكن نوتر لأن الرسول لم يترك وتر قط. طيب، كلمة مزدلفة يا جماعة جاية من كلمة قريب، وكأنك خلاص انت قربت قوي من ربنا، قربت لدرجة انك تفهم مراد وجودك هنا، قربت لدرجة انك خلاص خايف تعصيه، تتمنى تطيعه. وهناك في مزدلفة هنجمع الجمرات، وهي كأنك بتتجهز لإعلان عداوتك للشيطان الفترة الجاية من حياتك. الجمرات يا جماعة احنا ممكن نجمعها في ازازة مية صغيرة، احيانا الشركات بتوزع عليك كراب صغير كده تحط فيه الجمرات. ازازة المية حاجة عملية وحلوة. هتجمع جمرات صغيرة، احنا لا بنعطرها ولا بنغسلها، احنا ما بنعملش بدعة. الجمرات هناك هي سلاحك ودليل عداوتك للشيطان. لما ترجع هيبقى قربك من ربنا وسلاحك في اعلان عداوتك ليه. طول ما بتجمعها اذكر الله، اذكر الله. احنا هناك بنجمع كام حجر صغير، احنا بنجمع 70 حصوة، والمتعجل بيجمع 49. بس في جميع الحالات ممكن نزود احتياطي يعني. طيب، لما نجمعها احنا بننام في مزدلفة استعداد لليوم ده، ونصحى الصبح. الرسول قعد يذكر الله حتى أسفر الصبح، يعني لحد ما الصبح طلع. طيب، هيبقى بدأ يوم ايه؟ يوم 10. أول ما الصبح بيطلع بناخد بعض. يوم 10 هو اسمه يوم الحج الأكبر، اللي هو يوم النحر الهدي. طيب، احنا بنتكلم على حج الايه؟ التمتع. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنروح من مزدلفة لحاجة من حاجتين. الأول الترتيب اختلف، الرسول مثلا عليه الصلاة والسلام راح منى والصحابة راحت مكة. طيب، احنا بنعمل ايه؟ لو رحنا مكة الأول هنطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هناك الرجال ما بيكشفوش الكتف يمين. هنطوف 7، هنصلي الركعتين وهنسعى. طب أنا كنت ساعي في العمرة، لأ هنسعى تاني. طيب، بعديها بنحلق جزء من الشعر للنساء، والرجال يا إما بيقصروا يا إما بيحلقوا. طيب،
كده احنا وصلنا للتحلل الأصغر وبدأنا نعمل كل حاجة ما عدا معاشرة الأزواج. طيب بعد كده بنروح نرمي جمرة العقبة الكبرى. هنرمي كام؟ هنرمي هناك 7. مع كل رمية بنقول الله أكبر. بعد ما بنرميها بنبدأ تكبيرات العيد. عيدنا هتبدأ تكبيرات العيد. وهناك بقى في منى هنصلي ازاي؟ هنصلي كل صلاة مع الأذان، بس هنصلي قصر مش جمع. هنبيت في منى استعدادا لأيام التشريق. ايه هي أيام التشريق؟ 11 و12 و13. سمت ليه كده؟ لأن الفترة اللي أصحاب الرسول كانوا بيقطعوا اللحم هناك وتحطوا فيه ملح كده علشان يتحفظ مدة طويلة. طيب 11 و12 و13 هنعمل ايه؟ اولا ايام منها هي ايام ذكر، فاحنا كل ما بنرجع بنستريح لليوم اللي بعده وبنجهز نفسنا ان احنا هنطلع عشان نرمي الجمرات. هنصلي الظهر قصر تاني يوم اللي هو يوم 11 وهنرمي لو بعد الزواج. طيب الدنيا حر ممكن نأخرها للعصر. هنروح لمين الأول؟ للصغرى الأول وبعدين الوسطى، الجمرة الصغرى وبعدين الجمرة الوسطى وبعدين الكبرى. طيب هنروح هناك هنرمي 7 وبعدين نتوجه للقبلة كده وندعي. وبعدين هنروح على الوسطى هنتوجه بعد ما نرميها مع كل رمية الله أكبر الله أكبر 7 وندعي. وبعدين هنروح على الكبرى هنرمي 7 كل واحدة فرادى. يا جماعة احنا ما بنرميش مجموعة مع بعض، بس هنا ما ندعيش بقى. طيب وهنعمل ده امتى؟ كل يوم. الناس المتعجلة هتعمل 11 و12 واللي هيكمل يبقى 11 و12 و13 إن شاء الله. بعدين بنرجع على مكة، وقبل ما نسافر من مكة بنطوف طواف الوداع. بعديه ركعتين بس ما فيش سعي، هو طواف الوداع. وهنا هقول لك آخر بشارة تختم بيها حجك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأما طوافك بالبيت فيأتي ملك حتى يضع يديه على كتفك. أنا عاوزاك تتخيلها، دي حاجة هتحصل لك إن شاء الله. في ملك هيجي، في استقبال، في مقابلة جميلة بين أهل الأرض وأهل السماء. هيجي ملك يحط إيده على كتفك ويقول إيه بقى؟ يقول لك: اعمل لما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. الله، يلا ورينا هتعمل إيه. لأن اللي فات نبدأ مع بعض بقى الجزء القلبي، وأنا هنا هنتكلم عن أرزاق يكتب لك الحج، رزقك في الحج، الذنب المغفور. بصراحة أنا خدت ربنا يجعلها بجد الداعية شريف رحلة العمر. طيب اللهم تعالى أكلمك عن أرزاقك في الحج عشان تفرح، فبذلك فليفرح. أول حاجة إن أنت بتكمل الركن الخامس من أركان الإسلام. ده كفاية أوي فضل إن ربنا اختارك من اللي اكتمل ليهم أركان الإسلام الخمس. الحاجة التانية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. فأنت من وفد الله، اختارك هو. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه، فأنت برضو تم اختيارك لتلبية نداء الله. وسألوه فأعطاه، يعني إن شاء الله دعائك هناك مستجاب. في حديث عن رسول الله: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. يعني هما سبب لإزالة الذنوب ووعد بزيادة الرزق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فإن شاء الله يكون حجك مبرور، وبكده يكون جزاءك عن الحج ده الجنة إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يجادل رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تراجع صفحة بيضة. بس المهم تلتزم بالشروط دي وتقدر تطبقها مهما كانت الضغوطات هناك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج يهدم ما قبله. زعلان من ذنوبك القديمة، حاسس انها كبيرة قوي، يلا يا سيدي هتتهدم. عارف هدم
هتختفي. كل شعرة بتقصها أو بتحلقها بتاخد مكانها حسنة. الله أكبر. كل رجل أو قدم هتدوس على مكان وهي بتنزل بتاخد حسنة، بتترفع بتشيل سيئة وبترفع درجة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال النفقة في الحج ب700 ضعف، متزعلش على أي فلوس دفعتها، هي مش شلاك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأجر على قدر المشقة. فيا ريت يا جماعة لما تتعب هناك وتنضغط، يحصل وقفة، يحصل إن أنت مستمر وقاعد، بلاش تتأسف وتزعل وافتكر ده مش تعبت، الأجر على قدر المشقة. لم بقى، خد فرصة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة يباهي الله بكم الملائكة. أنت متخيل إن ربنا وأنت قاعد كده يبص عليك ويباهي بيك أنت، عبد الضعيف اللي لا يملك شيء، يباهي الله من فوق الملائكة بيك أنت يعني. ويوم عرفة دعاء مستجاب وأكبر يوم يعتق فيه وأنت هناك. حاجة تانية إن من يستلم الحجر الأسود والركن اليماني حق الاستلام، وهنا بالمسح أو بالإشارة، لأن يبقى في زحام، وإن الأفضل بالنسبة للنساء إنها لا تزاحم. يشهد لك شهادة حق. عاوزك لما تشاور له وأنت حاسس كده، خد بالك من الحتة دي أوي. وبرضه لو استلمت الحجر الأسود والركن اليماني بحق، الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنهما يحطان الخطايا حطة. عارف يعني إيه؟ تنزل الذنوب كده. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، يعني كل ما تشرب تدعي دعوة حلوة. بختك وحظك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أهل مهلل قط، ولا كبر مكبر قط، ولا لبى ملبيا قط، إلا بشر. سكت. فقال الصحابة بالجنة، قال نعم. يا نهار أبيض. كل ما هتقول حاجة أي حاجة تسمعك وانت ماشي كده من حجر وحاجة تبشرك بالجنة. الله. يعني أنا هقول لك حاجة تانية، حتى اللي ربنا هيكتب له الوفاة هناك، من خرج من بيته حاج فمات يكتب له أجر الحج إلى يوم القيامة. لحد يوم القيامة يتكتب إنه من الحجاج، ويبعث بإحرامه، ويبعث ملابس. الحج كله رزق وكل خير، فاستقبل ده. خد نوايا كتيرة إن شاء الله يا رب كل أرزاق الحج اللي جت في أحاديث الرسول أنا رايح بنية إني أخدها. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.